السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هعمل لكم وصفة سهلة، وصفة سريعة، وصفة جميلة جدا. النهارده هعمل لكم بيوريه البطاطس بالبسطرمة. حاجة كده خطيرة بجد. الوصفة دي من الحاجات الجامدة جدا. لو تفتكروا كمان الفيديو بتاع كريتين البطاطس بالتونة كانت من الوصفات، قلت لكم من اجمد الوصفات للبطاطس، واللي ما جربهاش فايته كتير. برضو دي من تاني اجمد وصفات انا بحبها للبطاطس. البطاطس بالبسطرمه، بيوريه البطاطس بالبسطرمه من الحاجات اللي طعمها غني وشكلها كمان حلو قوي وتفتح النفس. زي ما انت شايفه معايا كميه من البطاطس حوالي كيلو ونص، سلقتهم كويس جدا. واهم حاجه واحنا بنسلق البطاطس لازم تتسلق كويس جدا. البطاطس دي كان طبعا الميه السليق بتاعتها حاطه لها ملح، فمش هحط لها ملح لان البسطرمه بتبقى حادقه. احنا هنبهر، بس هنبهرها بايه؟ قطعة زبدة زي ما انت شايفة، وهنحط عليها فصين من الثوم المفرومين. فصين الثوم دول مع البطاطس المسلوقة وقطعة الزبدة وشوية الحليب اللي احنا هنضيفهم وحبة الجبنة اللي هنعملهم. حاجة والله البطاطس لوحدها تتاكل من غير ولا بسطرمة ولا اي حاجة. كانت خطيرة خطيرة خطيرة. حطيت هنا معلقة من الزبدة، وحطيت فصين ثوم مفرومين، وهحط البهارات بتاعتي: نص معلقه من البابريكا، نص معلقه من الفلفل الاسود، ربع معلقه من بودره الثوم لتعزيز طعم الثوم اللي احنا حطيناه فصين ثوم. وكمان انا حطيت ثوم ليه؟ علشان البسطرمه بيبقى محطوط عليها ثوم، فاحنا كده بنعزز الاطعمه مع بعض ويبقى في تناغم كده في طعم البطاطس وانتي بتاكليها، بتبقى خطيره 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 زي ما انت شايفه. وهضيف عليها كوبايه الا ربع من الحليب. هضيف نص كوبايه الاول وهرجع اضيف الربع كوبايه في الاخر. وهنحط بقى رشه من الموتزاريلا والبارميجانو. كده البطاطس لوحدها بعد ما هتدوقيها خطيره. ما تحطيش ملح، ما تحطيش ملح. لو حطيتي ملح في ميه سليق البطاطس ما تحطيش ملح، لان احنا هنحط بسطرمه، والبسطرمه بتبقى حادقه وهتدي صابوري فوق وتحت في الصينيه، لان احنا هنعمل طبقتين. فما تحاوليش انك تحطي. وحاطين بارميجانو، ما ننساش ان احنا حاطين بارميجانو. فكفايه قوي البهارات والثوم وكوبايه الا ربع من الحليب ومعلقه الزبده والموتزاريلا والبارميجانو، وتمام قوي كده. البطاطس كانت خطيره. جبت صينيه قارب كبير وحطيت عليها رشه من الزيت، وبعدين نزلت عليها برشه من البقسماط المطحون. وهنزل بقى بنص كمية البطاطس في البازي وافردها كويس قوي على الصينية. وبعدين هحشيها بالبسطرمة بتاعتنا الجامدة. هحط كمية البسطرمة دي زي ما انتي عايزة تحطي حبة صغيرين، عايزة تحطي كتير، دي حاجة ترجعلك. كده كده هي هتدي، حتى لو شوية صغيرين هتدي طعم جامد، لان البسطرمة من الحاجات الصبوريطة جدا طبعا وكلنا عارفين. هحط البسطرمه، وكمان انا محضره فلفل الوان وفلفل سبايسي هرشهم برضو مع البسطرمه بتاعتي. وكمان هضيف رشه من الموتزاريلا. طبعا انتوا شفتوني انا كنت عامله طبق كبير بين الموتزاريلا والبارميجانو، انا بشراهم. حطينا حبه على البطاطس وهنحط حبه في النص في الحشوه، والباقي هنحطه على الوش. زي ما انت شايفه حطيت الفلفل وحطيت الفلفل السبايسي. ومعذره يا جماعه صوتي تعبان شويه، لسه تعبان شويه من البرد، بس الحمد لله ان هو الصوت طالع وظاهر وبقى احسن من الاول، الحمد لله رب العالمين. لو شايفين الفيديو للنقطه دي ما ننساش نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاه كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. الخطوة بقى دي انا شرحتها للناس المبتدئين، الناس اللي لسه بادئين في الكوتشينة بيدخلوا المطبخ لسه هيتعلموا الوصفات. بتحطي البطاطس ازاي على الوش؟ بتجيبي البطاطس معلقة 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 في كل الاتجاهات، تحطي معلقة بالطول كده على كل الاتجاهات، وبعدين نبل ايدينا بمية ونلزقها كأننا عاملين قطع وبنلزقها. القطعة دي لما تيجي تلزقها تطلع معاكي متساوية وشكلها حلو ومظبوطة زي ما انت شايفة بالشعر. وطبعا ده زي ما قلت للمبتدئين. ورشيت رشة الموتزاريلا والبارميجانو. هتخش الفرن، هتدخل الفرن حوالي 10 دقايق على درجة حرارة 180، ويكون الفرن سخن مسبقا. وكمان هنفتح عليها الشواية لو اخر 5 دقايق، يعني هي كله ان توتالي طبعا ربع ساعة لانها البطاطس مستوية كل حاجة مستوية. بصي بقى الجمادين والشكل اللي يفتح النفس، والله الريحة خطيرة، الطعم خطير، تناغم الثوم مع الزبدة واللبن اللي احنا عملناهم وشوية الجبن اللي رشيناهم والبابريكا. حاجة خطيرة خطيرة خطيرة، لازم تجربوها. واللي يجربها يكتب لي في الكومنتات انه جربها وعجبته ولا لا. ولو عجبك الفيديو ما تنسنيش من دعوة حلوة من القلب،
ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وننساش نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. وزي ما انت شايفة اخر جمدان، والوصفة دي حصري عندي في القناة وعلى طريقتي. وبون ابيتي.